قالت لي النهاردة في عريس جاي يشوفك، فجهزت وقعدت مستنية. العريس جه وقعدنا والكلام بدأ عادي، شغل ودراسة وحاجات كده. بعد شوية أمي قالت له تحب تسأل بنتي عن حاجة؟ قال لها لأ عادي نتكلم وخلاص. عيب تشوف اسم سيدنا محمد قدامك وما تعملش إعجاب ولا حتى تصلي عليه في التعليقات. فضلنا نتكلم شوية وكل حاجة ماشية عادي. بعد شوية هو بصلي وقال لي طب انتي بتعرفي تطبخي؟ قلت له بعرف أعمل شوية حاجات. قال لي زي إيه؟ قلت له أكلات بسيطة كده. سكت شوية وبعدين قال طب انتي بتعرفي تعملي محشي؟ قلت له بعرف. قال تمام. أنا استغربت شوية من السؤال بس كملنا كلام عادي. بعد ما مشي أمي قالت لي إيه رأيك؟ قلت لها كويس بس سألني كتير عن الأكل. أمي قالت لي طب ما هو طبيعي. بعد شوية العريس بعت رسالة وقال فيها سؤال واحد بس. أنا استغربت وفتحته، لقيته كاتب هو المحشي الكرنب ولا ورق العنب؟ وقتها فهمت إن أهم سؤال عنده في القعدة كلها كان عن الأكل، بس أهم حاجة عنده الكرش بس.